يا مساء الأنوار. خلونا في البداية نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. طبعا حالة الحزن لسه موجودة عندنا كجمهور النادي الإسماعيلي، وكمان ممكن نقول جمهور الكرة المصرية بعد رحيل المحترم والخلوق الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي. شفنا العزاء بتاعه عند النادي الإسماعيلي، حاجة يعني جمهور النادي الإسماعيلي موجود، مختلف الرياضيين موجودين. ربنا يرحم الكابتن إيهاب جلال يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جنة. نخش بقى على النادي الإسماعيلي. خليني بس الأول أقول لك إن الفيديو ده هيبقى طويل شوية عشان نسرد كل الأحداث باعتذار الكابتن عماد سليمان مدير الكرة داخل النادي الإسماعيلي، وكمان الكابتن علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية. ولكن الكابتن علي أبو جريشة زي ما سمعنا في التصريحات التلفزيونية قال إن هو مش قادر إن هو يكون موجود ومش هيقدر يجي باستمرار يحضر التدريبات ويحضر المباريات الودية للنادي الإسماعيلي، وقال إن هو يعني هياخد جنب شوية لأن الأمور هتكون صعبة جدا الموسم اللي جاي. وكمان مدير الكرة عماد سليمان اعتقد ان هو في حاله سيئه جدا جدا بعد رحيل ايهاب جلال. الراجل كان ملازمه في كل المباريات وبيتعامل معاه بشكل مباشر، فالحاله السيئه للكابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان صعبه جدا، واعتقد ان هم مش هيقدروا يكونوا موجودين في عدم وجود ايهاب جلال. نروح على النقطه الثانيه وهي النقطه المهمه والشغل الشاغل داخل النادي الاسماعيلي، وهو ايقاف القيد لفترتين. وضع صعب جدا بيعيشه النادي الاسماعيلي، كل ما ينزل لك عقوبه ايقاف القيد مجلس الاداره بيحاول ان هو يتصرف في مبالغ ماديه من بيع اللاعبين، ويحاول ان هو يحل المشكله وتتشال الغرامه على النادي الاسماعيلي من على سيستم الفيفا. فتفاجئنا كلنا ان في ايقاف فترتين عن النادي الاسماعيلي، وده بيقولوا بسبب ان مشاكل النادي الاسماعيلي ما بيحترمش العقود بتاعته مع اللعيبه، ومن كتر الشكاوي اللعيبه اللي جت للنادي الاسماعيلي في سنه واحده. وهنا بياخدني لنقطه الحقيقه انا مش قادر افهمها، فاتمنى ان حد يقول لي في التعليقات تحت ايه المعنى من القصه دي. ازاي النادي الاسماعيلي يقف مرتين لايقاف القيد بسبب سمعه النادي والشكاوي الكتيره من اللاعبين، واحنا بنشوف انديه تانية مثلا كمثال الزمالك جاله شكاوي بالهبل من اللعيبه او من جهاز فني او من مساعدين الاجهزه الفنيه، وما شفناش ان نادي الزمالك تم وقفه بسبب سمعه النادي. الحقيقه انا مش قادر افهم بناء على ايه ان تم اخذ القرار ده ضد النادي الاسماعيلي. احنا عارفين النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت او السنه الحاليه واللي قبلها كم من الغرامات والمشاكل والقضايا على النادي الاسماعيلي كتيره جدا بسبب شكاوي اللعيبه او الجهاز الفني مثلا كجريدو، ولكن فاجئنا بسبب قصه سمعه النادي دي. خليني اقول لك الثلاث النقط المحددين اللي قالهم الفيفا للنادي الاسماعيلي في البيان بتاعه. بيقول ان النادي الاسماعيلي بينتهك عقود اللاعبين باستمرار وبسوء نيه من خلال اصدار شيكات بدون رصيد للاعبين، وده طبعا بسبب يحيى الكومي اللي كان كل شويه ماشي بدفتر الشيكات، مضي لعيب خد مضي لعيب، كلها شيكات بدون رصيد، وده للاسف ادى الى تدمير النادي الاسماعيلي والتعاقد مع لعيبه بمبالغ ماليه كبيره جدا. تاني نقطه بيقول ان تكرار عدم دفع اللاعبين لرواتبهم وفقا للمواعيد المتفق عليها بالعقد. طبعا احنا عارفين فتره يحيى الكومي كان كل شويه اللعيبه تنزلش الملعب، اللعيبه تقول لك انا مش لاعب انا عايز المستحقات بتاعتنا، واكتر من لاعب في فتره يحيى الكومي طلع اشتكى بشكل متكرر ان مفيش وعود حقيقيه فعلا لاستلام المبالغ، وبنشوف اللعيبه تروح عشان تصرف الشيكات بتاعتها يتفاجئوا ان مفيش شيكات موجوده ولا في رصيد موجود. والتالت نقطه اللي هقولها دي مهمه جدا جدا. يقوم نادي الاسماعيلي دائما بفرض خصومات مزعومه على رواتب اللاعبين دون تقديم تفسير للاعب او دون اتخاذ اجراءات تاديبيه مناسبه، ودي كارثه جدا ان انت بتقعد تخصم للعيبه بدون وجه حق. بيبقى انت مثلا مقصر مع اللاعب او ما بتدفعش رواتب للاعب المعين، لاعب بيغيب فطبعا تبدا انت تقعد تدي خصومات تدي خصومات. ده طبعا الفيفا ما بيعترفش بالكلام ده، لان انت اصلا في الاساس مقصر مع اللاعب في دفع الرواتب للاعب، فبالتالي اللاعب ما بياخدش الرواتب بتاعته او بياخد مستحقاته في ميعادها، فمش هيحضر لك تمرين ولا هيحضر لك ماتشات. فتيجي بقى انت اداره او لجنه معينه تقعد تخصم للاعب تخصم للاعب تخصم للاعب بدون وجه. نروح لموضوع تاني وهو تصريحات الكابتن محسن عبد المسيح عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي، واللي على طول الكابتن محسن عبد المسيح بيفاجئنا بارائه الجميله جدا وبيفاجئنا بتصريحاته اللي ملهاش اي علاقه خالص بالنادي الاسماعيلي، واللي للاسف ما شفناش منه اي لمسه داخل مجلس الاداره
الاداره في تحسن او في دعم او في اضافه للنادي الاسماعيلي. تعال نقول لك التصريحات بالظبط اللي قالها الكابتن محسن عبد المسيح، واللي اتكلم عن حاجات مهمه جدا داخل النادي الاسماعيلي. اكد الكابتن محسن عبد المسيح عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان هو بيجري في الوقت الحالي جلسه مع المدرب اللي تم الاستقرار عليه لتدريب الفريق، وفي نهايه الفيديو هقول لك مين المدرب اللي استقروا عليه. قال ان هو بيتحفظ باسمه حتى الان وعشان يتناسب مع طموحات الجماهير للنادي الاسماعيلي. يعني كويس يا كابتن محسن عبد المسيح ان انت عارف ان الجمهور ليه طموح. وقال ان مجلس الاداره استقر على المدرب المحلي بعد رفض فكره المدير الفني الاجنبي. وقال كمان ان هو حاليا بيجرى على ايقاف تنفيذ قرار الاتحاد الدولي بايقاف القيد مرتين، وده بسبب تكرار الشكاوى وقضايا اللاعبين. وقال ان احنا طلبنا من خلال طلب رسمي ايقاف التنفيذ خاصه، واننا نسعى بكل قوه لانهاء ازمات اللاعبين، وبالفعل نجحنا في انهاء ما يقرب من 8 قضايا ولسه مواصلين العمل. وقال ودي نقطه مهمه جدا واللي هناقشها معاكم بعد ما اقرا التصريحات. وقال كمان ان احنا اقترحنا ان يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من القيد الشتوي القادم. وقال ان احنا عقب معرفه القرار تواصلنا مع اللاعبين اللي تم ابلاغهم بعدم الحاجه ليهم في محاوله لعودتهم، خاصه ان اللي ما تعاقدش مع. وقال ان باي شكل لازم يكونوا موجودين معانا عشان الوضع والازمه ما تزدادش. واضاف عضو الإدارة إن إحنا بنحاول بكل جهد الانتهاء من تلك الأزمات حتى يتم انطلاق فترة الإعداد الفريق وتوافر اللاعبين حتى لا تتفاقم الأزمات. المدير الفني اللي تم الاستقرار عليه أو اللي هم قاعدين معاه بيتكلموا معاه ولكن لسه ما ردش على النادي الإسماعيلي بشكل رسمي هو الكابتن حلمي طولان. الحقيقة أنا مش هعلق على الخبر لحد ما نعرف حلمي طولان هيوافق على تدريب النادي الإسماعيلي ولا، ولكن حلمي طولان من المفترض ان هو يكون المدير الفني للنادي الاسماعيلي. الناس بالفعل قعدت معاه وبتتكلم معاه عشان يجي للنادي الاسماعيلي. خلينا نقول ونشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، هل الكابتن حلمي طولان هيوافق على تدريب النادي الاسماعيلي ولا لا. ولكن بعض المعلومات بتقول ان هو ممكن ما يوافقش، ولكن خلينا لحد ما يطلع القرار بشكل رسمي عشان نقدر نعلق عليه. انا عن نفسي برفض تماما وهي لاعب الوسط محمد بيومي، واللي تاكدنا بشكل كبير ان هو ممكن يرحل عن النادي الاسماعيلي، ولكن بعد الاحداث اللي حصلت ممكن النادي الاسماعيلي ما يفكرش في الاستغناء عنه، خصوصا ان هو بلغ النادي الاسماعيلي والمسؤولين ان هو مش هيجدد عقده مع النادي الاسماعيلي. وزي ما قلت في فيديو قبل كده الناس قالت طالما هو مش هيجدد ويمشي وما نستفادش منه زي اللعيبه اللي مشيت، محمد مخلوف، محمد هاشم، محمد دسوقي، محمد فوزي، فاحنا ليه ما نبيعوش ونقدر نستفيد باكبر عرض يجي لمحمد بيومي. عايز اقول لك ان البنك الاهلي داخل معاه بشكل قوي جدا، وممكن نقول ان هو اتفق مع اللاعب على كل حاجه، ولكن لسه الاتفاقات بين مسؤول الناديين. ولكن طبعا بعد رحيل ايهاب جلال الامور هديت تماما ومفيش اي تفاوض. اعتقد ان الفتره اللي جايه هيبان بشكل واضح وصريح هل مجلس الاداره هيستمر في بيع محمد بيومي للاستفاده منه. المدير الفني حلمي طولان تم تداوله بشكل كبير جدا على كل المواقع والصحف، وبيقول ان هو خلاص النادي الاسماعيلي اتفق مع حلمي طولان على تدريب النادي الاسماعيلي الموسم الجديد. ولكن خليني بس اسالك كام سؤال كده اتمنى ان الناس ترد عليا في التعليقات تحت. رقم واحد، ايه اللي انت شفته في الكابتن حلمي طولان ان هو يكون مدير فني للنادي الاسماعيلي الموسم الجاي؟ هل الكابتن حلمي طولان هيستحمل ظروف وامكانيات اللعيبه الموجوده معانا، وعدد قليل جدا من اللعيبه موجوده بعد ما عدد كبير من اللعيبه مشي نهايه الموسم الحالي؟ هل الكابتن حلمي طولان هيستحمل تاخير المستحقات بالنسبه له او بالنسبه للعيبه، خصوصا ان احنا عارفين ان الكابتن حلمي طولان كده ممكن ما يستحملش ظروف النادي وما يستحملش تاخير المستحقات، وده ممكن يسبب لنا مشكله. والسؤال الاخير بالنسبه لي عشان ما اطولش في الجزئيه دي، هل الكابتن حلمي طولان هيستحمل ضغط الجمهور؟ هل الكابتن حلمي طولان هيستحمل الضغط والشتيمه والهجوم والانتقاد وكل الكلام ده؟ هل هيستحمل؟ النقطة التانية اللي هنتكلم فيها وهي الانقسامات اللي موجودة داخل مجلس الإدارة. الحقيقة مستاء جدا من الناس ازاي في التوقيت الحالي كأعضاء مجلس إدارة بيتخانقوا على توزيع الأدوار، مين اللي عايز يشرف على فريق الكورة، مين اللي عايز يختار الجهاز الفني، مين اللي عايز يجيب الصفقات، مين اللي عايز يمشي رأيه. أنا الحقيقة مستغرب جدا جدا من اللي بيحصل. كابتن محسن عبد المسيح داخل بصدره في الموضوع ان انا لاعب كرة قدم قبل كده وعندي خبرة وعندي خلفية بالنقاط دي، انما انتوا حضراتكم ما لعبتوش كرة قدم فبالتالي ما عندكوش خبرة.
فانا اللي يحق لي ان انا اختار كل الامور الفنيه اللي بتخص النادي الاسماعيلي. وده هيرجعنا لخطوتين ورا، ان الكابتن محسن عبد المسيح كان مستاء جدا من الكابتن علي ابو جريشه او الكابتن عماد سليمان ان هم كانوا اللجنه الفنيه مع الجهاز الفني، خصوصا ان هم كانوا بيختاروا وبيستقروا على كل الامور الفنيه داخل النادي الاسماعيلي. فبالتبعيه هيخلي ان الكابتن محسن عبد المسيح ملوش اي دور في مجلس الاداره وما بيتدخلش في القرارات الفنيه داخل النادي الاسماعيلي. فكان الكابتن محسن عبد المسيح كان مصر اصرار رهيب يعني ان هو عايز الكابتن ايهاب جلال يمشي السنه دي، وكان على طول بيحاول يقنع اعضاء مجلس الاداره ان هو مش ناجح فنيا وان النادي الاسماعيلي بيعاني معاه بشكل كبير. السيء اللي معايا هو اصابه اياد العسقلاني لاعب النادي الاسماعيلي السابق بالرباط الصليبي. حقيقة لحظة صعبة جدا بيعيشها إياد العسقلاني، خصوصا في فترة الإعداد وهيبتدي موسم جديد مع النادي الروسي، فيعني فترة صعبة جدا هيعيشها. بنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. اللاعب لسه بيبتدي حياته ومستقبله هناك، ختم الموسم مع النادي الروسي بشكل كويس جدا بشكل محترم. وشفنا إياد العسقلاني لما نزل أجازة مصر زار نادي الاسماعيلي، وكان ساعتها موجود الكابتن ايهاب جلال وشفنا الصور بتاعته. فيا رب بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع بسرعه ويكون لعيب مهم جدا جدا ان شاء الله نشوفه في المستقبل. وعوده الاستاذ احمد فهيم لعضويه مجلس الاداره للنادي الاسماعيلي. طبعا كلنا عارفين ان كان في مشكله كبيره جدا ما بين الاستاذ احمد فهيم والساده اعضاء مجلس الاداره ادت الى منعه من دخول النادي، والامر وصل للمحاكم وقواضي وقرارات، والموضوع يعني دخل في سكه بعيده جدا عن النادي الاسماعيلي. نرجع بس سريعا كده بالذاكره شويه، ان هو تقدم باستقالته وقال ان هو مش عايز يخش في صراعات داخليه مع اعضاء مجلس الاداره، وان هو يعني بيفتح لهم المجال عشان يركزوا اكتر في النادي، ما يخشوش في مداخلات مع بعض واشتباكات. عايز اقول كلمه بس في الموضوع الرخم ده، يعني النادي الاسماعيلي مش محتاج كل المشاكل وكل الاشتباكات اللي دايره بين اعضاء المجلس. زي ما بقول وبكرر تاني، احنا ما عندناش الرفاهيه ان احنا نقعد ندخل في مشاكل وازمات، ايا كان مين اللي غلطان وايا كان مين اللي معاه الحق وايا كان مين اللي اتغلط فيه. احنا كنادي اسماعيلي او انا واحد من الجمهور، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. حضراتكم تم انتخابكم ان انتوا تمثلوا نادي الاسماعيلي، فلازم ان انتوا تكونوا ايد واحده، ولازم ان انتوا تتكاتفوا، ولازم تشوفوا ايه الصح اللي يتعمل لمصلحه الاسماعيلي. انما استقالات وتشابك والفاظ وده قال وده عاد، النادي الاسماعيلي مش مستفيد حاجه بالكلام ده. المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي يا ترى هيكون مين؟ سمعنا كلام كتير عن ان الكابتن حلمي طولان قرب من النادي الاسماعيلي، واحنا وضحنا في الفيديو بتاع امبارح ان لسه الموضوع ما تمش بشكل رسمي، وان في بعض اعضاء مجلس الاداره بيضغطوا بشكل كبير جدا جدا عشان يجيبوا الكابتن حلمي طولان. وشفنا استطلاع رأي لجمهور النادي الإسماعيلي، الناس بنسبة كبيرة جدا جدا تتعدى ال 95% رافضين تماما وجود الكابتن حلمي طولان لأسباب كتيرة، واحنا قلناها ان هو مش هيتحمل ضغط الجمهور، ان هو مش هيتحمل تأخير المستحقات بتاعته. كمان الكابتن حلمي طولان طالب ان هو ياخد 3 شهور مقدم من النادي الإسماعيلي تحسبا لو في تأخير المستحقات او الامور ما كانتش مستقرة، لان الظروف اكيد انتوا عارفين النادي الإسماعيلي المدرب اللي هيكون موجود لازم يتحمل ظروف النادي، لان انت ما عندكش ايهاب جلال الله يرحمه. ايهاب جلال كان شايل حمل كبير جدا جدا على النادي، كان هو اللي متصدر المشهد في كل شيء داخل النادي الاسماعيلي. ليه مستحقات متاخره بقالها كتير الراجل ما طلبش فيها، وكان مكمل مع النادي الاسماعيلي بدون ادنى مشكله. رئيس النادي الاسماعيلي ومعاه عضو من داخل المجلس رافضين تماما وجود حلمي طولان، وشايفين ان هو مش هيكون المدير الاكفأ والاصح للنادي الاسماعيلي في الفتره اللي جايه. في 3 اعضاء او 4 اعضاء هم اللي متمسكين بشكل كبير جدا جدا بالكابتن حلمي طولان. مناوشات شغاله، الناس بتحاول تقنع رئيس النادي ان هو يوافق على وجود حلمي طولان. تم تسريب خبر من النادي الاسماعيلي او الناس اللي هي متمسكه بحلمي طولان بتقول ان المهندس نصر ابو الحسن تواصل هاتفيا مع حلمي طولان، والكلام ده ما حصلش. الناس بتحاول تصدر للجمهور ان المهندس نصر ابو الحسن موافق على حلمي طولان عشان يتم الضغط عليه بشكل كبير جدا جدا ويقبل بالوضع ويكون موجود حلمي طولان. عايز اقول لك ان مهندس نصر ابو الحسن والناس اللي معاه اللي مش موافقين على حلمي طولان، نروح لناشئ الاهلي معتز محمد اللي الاهلي وافق على اعارته للنادي الاسماعيلي ضمن صفقه عمر الساعي. معتز محمد ناشئ وتم تصعيده للفريق الاول بناء على
قرار من كولر المدير الفني للنادي الأهلي، طبعًا عشان شافوا عجبه مستواه مع الناشئين، فتم تصعيده للفريق الأول، وتم عرضه على النادي الإسماعيلي إن هو ييجي إعارة. مسؤول النادي الإسماعيلي وافقوا، ما عندهمش أي مشكلة خالص إن اللاعب يشارك مع النادي الإسماعيلي بداية من الموسم اللي جاي، واللاعب قريب جدًا هنشوفه موجود مع النادي الإسماعيلي، ولكن هيتم تأجيل الموضوع شوية بس لحين التعاقد مع مدير فني عشان يبدأوا يعرضوا عليه اللعيبة بشكل سريع جدًا، جدًا، عشان فترة الإعداد زي ما قُلت ما هتبدأ يوم الجمعة، وكمان الأندية تقريبًا بدأت فترة الإعداد بتاعها، فالموضوع لازم يتم بشكل سريع جدًا. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.